اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الديكور، كيف ما كتشوفوا. هذا حامل ديال الاكياس البلاستيكيه في المطبخ. ممكن تستعملوه في المطبخ الاكياس البلاستيكيه، او ممكن تستعملوه في غرف الاطفال، يعني توضعوا فيه الجوارب ديالهم او اي حاجه بغيتو. فكرة بسيطة وسهلة، كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، وغندوزو دابا للطريقة. على بركة الله غادي نبداو. غناخذوا القطعة ديال القماش، يعني انا عندي هنا جوج ديال القطع، عندي جوج ديال القطع ديال القماش كتشوفوا. هذا الثوب هو اللي متواجد عندي، ممكن تستعملوا اي ثوب عندكم. وبالنسبه للقياس غتختاروا يعني اي قياس بغيتو. قبل ما نرسم غنوريكم المجسم اللي خصكم ترسموه فوق الثوب قبل ما تقطعوه. كتشوفوا انايا رسمت هنايا بشكل عشوائي، ماشي بالضروره انه يكون مقاد، غير بغيت نوريكم الشكل كيفاش غادي يكون. وبالاحرى انا غادي نرسم فوق الثوب غير النص، حيت الثوب عندي غادي ندوبلو على جوج باش يخرج ليا الشكل متطابق منين حل الثوب. كيف كتشوفوا عندي انا جوج قطع ديال الثوب، يعني دابا دورته على 4 قدو مزيان. غادي نرسم بهذا الشكل. كيف كتشوفوا ها هو الشكل ديالنا، غادي نقطعوه. كيف كتشوفوا اخواتي، بعد ما قطعته على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كناخذوا هذا الجزء العلوي وغادي نقسموه على جوج. بعد ما قسمنا هذا الجزء العلوي على جوج، غادي ناخذوا هاد الاطراف وغادي نجمعوها كامله من الجناب. غناخذوا هاد الاجزاء وغنخيطوها كامله من الجناب، غنخليو غير هاد الفتحه هذه اللي مفتوحه. كيف ما كتشوفوا اخواتي، بعد ما كملتو بهذا الشكل كنخليو البلاصه ديال العنق مفتوحه. بالنسبه لهذا فانا درتو شويه صغير. ممكن الاخوات اللي عندهم الاكياس البلاستيكيه كثيره انهم يديروا كبير ويديروا شويه واسع من جهه البطن، فانا درتو شويه صغير لان الثوب عندي ما كبيرش بزاف. غنحاولوا نغلقوا هنايا ببيستولي. فهذا هو العبار اللي غادي نخليو العنق ديال الدميه. غادي نغلقوا تقريبا حتى لهنايا بالكولا. قبل ما نديروا الراس ديال الدميه غادي نعمروا هنايا بشويه ديال لاواط بهذا الشكل. غادي نحاولوا نقادو كرات يكونوا متساويه، ندخلوهم بهذا الشكل. بعد ما كنساليو كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي نطويو هاد الجهه هادي وغادي نديرو لها الكولا هنا.
بعد ما كنسالي كيجي الشكل ديالو على هذا الشكل هذا. دابا غنوريكم كيفاش ممكن انكم طويو الاكياس البلاستيكيه باش نوضعوها فيه. كناخذوا يعني الكيس بهذا الشكل، كيف كتشوفوا كيولي الحجم ديال الكيس صغير. بهذه الطريقه هذه كنوضعوا فيه الاكياس. يعني راه واخا كيبان لكم صغيره كيهز مجموعه ديال الاكياس الا طويتوهم بهذا الشكل هذا. في الاخير كيجي الشكل ديالو على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الفكره نالت الاعجاب ديالكم. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، ولا فيديو قادم ان شاء الله.